مساء الخير متابعينا في كل مكان. معكم إيريني صفوت. احنا من امام محكمة بنها في اول جلسات محاكمة المتهمين الستة بواقعة اجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اللي حصلت في قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية مركز بنها. هي الحقيقة واقعة مؤسفة. طبعا اول حاجه وجود استنفار امني شديد مكثف امام المحكمه في اولى جلسات محاكمه المتهمين. للاسف احنا عرفنا منذ قليل من اسره الشاب اسلام ان هو حاليا في المستشفى بيعاني من وعكه صحيه و من وعكة صحية، وان هو تعبان نفسيا للأسف من الضغط الإعلامي عليه ومن ضغط الواقعة عليه. زي ما انتم عارفين الواقعة طبعا كانت مؤسفة جدا. كانت بقرية ميت عاصم بمركز بنها في محافظة القليوبية. هي للأسف واقعة مؤسفة جدا. طبعا هنقول لكم كواليسها. ان كان مجموعة من الشباب اختطفوا الشاب وهو اسلام محمد احمد. هو شاب تقريبا في العشرينات. وللأسف اختطفوه من منزله وإجباره على ارتداء بدلة رأس وإيقافه على كرسي في الشارع مرتديا البدلة. وده طبعا جاء نتيجة لانتقام من علاقة زي ما أسرة الفتاة بيقولوا انتقاما منه لعلاقته بنجلة أحدهم وفق ما هم زعموا. وطبعا الواقعة دي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي. بداية الواقعة طبعا هو أول حاجة تداول مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان بيظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم بيجبروا الشاب إسلام محمد أحمد على ارتداء ملابس نسائية، وللأسف هي بدلة رأس. وبعد ما هم خلوه يرتدوا البدلة وضعوا الشاب على كرسي في منتصف الشارع أمام المارة. والكلام ده طبعا حصل في النهار. طبعا مع التعدي عليه بالضرب والسخريه وتصويره لفتحه على مواقع التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا ان كل ده كان نتيجه ان هم زي ما بيقولوا ان هو خطفوا نجلتهم ومن عشان نتيجه ان هم رفضوا العلاقه ما بينهم او رفضوا الخطوبه. طبعا زي ما بنقول عقب رصد الفيديو ده على منصات التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية طبعا كثفت جهودها بمديرية أمن القليوبية علشان يوصلوا لتحديد هوية المجني عليه والجناء أيضا. وبالفعل في خلال 24 ساعة نجحت القوات في ضبط المتهمين المتورطين في واقعة الضرب والإجبار على ارتداء بدلة رأس ووضع الشاب وقوفه على كرسي أمام المارة نهارا. زي ما انتم شايفين احنا من امام المحكمة حاليا، محكمة بنها اللي هتشهد اولى جلسات محاكمة المتهمين مع حضور كبير لأسرة الشاب اسلام وأسرة الضحية وأسرة المتهمين الستة، طبعا من ضمنهم أسرة الفتاة. زي ما انتم شايفين في تكثيف امني امام المحكمة. زي ما قلنا لكم ان عقب رصد الفيديو اللي تداولته منصات التواصل الاجتماعي بالفعل الاجهزة الامنية كثفت جهودها لضبط
المتهمين وتحديد هوية المجني عليه. وعقب تقنين الإجراءات نجحت بالفعل القوات الأمنية في ضبط المتهمين المتورطين في واقعة الضرب والإجبار على ارتداء ملابس نسائية. بعد ضبط المتهمين طبعا أمام الأجهزة الأمنية، اعترف المتهمين باعترافات تفصيلية مبررين فعلتهم طبعا بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه ونجلة أحدهم. وأفادوا طبعا في التحقيقات إن عملنا كده لأن هو مرعاش حقوق الأهل والعشرة، زعمين إن هم تصرفهم ده كان بدافع الانتقام لكرامة الأسرة. أشارت طبعا المعلومات والحاجات اللي تداولوها من قبل أهالي المنطقة إن الشاب ده من خلال كلام الجيران يعني إن هو تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات، لكن كان طلبه بيتقبل بالرفض من قبل أسرتها. وطبعا كان في حديث مع أسرة الضحية. أم المجني عليه طبعا قالت ان هي اتفاجئت جدا بالفيديو اللي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، ان طبعا قلبها كان محروق وهم بيجرجروه على الارض من وسطنا. جه طبعا زي ما بتقول مامة المجني عليه ان جه اكتر من 10 اشخاص في الاول بيسالوا عن اسلام، وكنت انا وابوه في البيت وانا بسلامة نية قمت عشان اعمل لهم شاي، ولكن المتهمين اخذوا ابنها بالقوة وتعدوا عليها وعلى والده، مهددين طبعا الاسرة ان هم هيشعلوا النار في المنزل لو اعترضوا على ان هم ياخدوا ابنها. طبعا المنظر كان صعب قدام والدة الضحية، قلبها طبعا كان محروق عليه زي ما بتقول ان هم افتروا علينا انا ووالده، واحنا مش وش كده، احنا ناس غلابة. طبعا والد الشاب كمان قال ان هو راجل مريض عنده جلطة، اتفاجئ بدخول ال10 اشخاص عليهم المنزل، كان طبعا معاهم سنج ومطاوي، كان هو لوحده هو وزوجته، والاول خالص سألوه عن ابنه اسلام. طبعا الوالد بيقول ان انا ما عرفتش ادافع عن ابني لان هو مريض بجلطة، ما كانش كمان متواجد في المنزل، فهم على الفور اتصلوا بالشاب اسلام. افتكروا في الاول بسلامة نية ان هم عايزينه في حاجة مهمة، ولكن بعد ما اسلام جه اتفاجئوا ان هم بياخدوه بالقوة حاملين اسلحة بيضة سنج ومطاوي، واعتدوا عليه بالضرب واذلاله امام المره. قايلين ان احنا ما قدرناش ندافع عنه بسبب مرض الوالد، ان هو كمان مصاب بجلطه في دراعه وقدمه. طبعا اتضح ان بتكثيف التحريات وبعد تداول الفيديو الاجهزه الامنيه بالفور قبضت على المتهمين. هم تقريبا كانوا 9 اشخاص من بينهم سيدتين، وكلهم طبعا مقيمين بدايره المركز. اتعدوا على المجني عليه، كان مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه، ده طبعا زي ما قلنا نتيجة لخلافات ما بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بنجلة أحدهم. طبعا احنا قدام المحكمة عرفنا برضو منذ قليل، هي طبعا أسرة الشاب حاليا منتظرة كلمة القضاء، وقالت لنا في الأول خالص في تصريح صغير كده إن إسلام للأسف مريض، وان هو دخل كان من يومين المستشفى علشان يتعالج من حاجة، ولكن اتفاجئ بان
الممرضين بدأوا يشاوروا عليه ويقولوا ان ده الشاب اللي حصل معاه واقعة البدلة. طبعا هو اتأثر نفسيا وللأسف اتحجز في المستشفى نتيجة للأزمة النفسية اللي هو مر بيها، ان هو حس ان كل ما بيروح في مكان الناس بتشاور عليه وتقول ان ده اسلام اللي حصل معاه، ولبسوه بدلة رقص قدام الناس وذلوه. طبعا زي ما انتم عارفين او تابعتوا على مواقع السوشيال ميديا ان العمدة بتاع القرية هو كمان اعتدى عليه بالضرب بالقلم، ولكن من خلال تحقيقاته في النيابة وإدلاؤه بالأقوال قال إن أنا كنت عايزه، أنا عملت كده علشان أخده من وسطيهم وعلشان أخلص الموضوع، ولكن لم أقصد إهانته. بالعكس أنا كنت عايزة أخلص الموضوع بدل ما الموضوع يتطور أكتر من كده، وبالفعل تم إخلاء سبيله. للأسف طبعا هي واقعة مؤسفة جدا، واحنا الآن أمام المحكمة، محكمة بنها. هنشاهد أولى جلسات محاكمة المتهمين مع تكثيف أمني أمام المحكمة، وطبعا عدم وجود الضحية نتيجة لمرضه وحالته النفسية المتأثر بها. شكرا لمتابعينا، وهنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد.